لما بتبدأ بزنس جديد بتلاقي صحابك أول ناس بيدعموك، بيعملوا فولو، بينزلوا ستوريز، بيخلوا صحابهم يعملوا فولو، بيتفاعلوا مع المحتوى وبيشيروه. بس ليه رغم إنه يبان إنهم بيدعموك مش بيشتروا منك، وممكن يشتروا من حد تاني بيبيع نفس المنتج؟ ممكن تفتكر إنهم أول ناس هيشتروا منك، بس بتلاقي قليل جدا منهم اللي بيشتري. كمان بتلاقي الناس الغريبة هي اللي بتحب منتجاتك أكتر وبتدعمك. ليه ممكن حد يشتري من شخص غريب ويتجاهل صاحبه اللي بيبيع نفس المنتج؟ لو انت بتشتري من حد غريب ما بيكونش عندك توقعات عالية. لو شربت قهوة في كافيه حد غريب وما عجبتكش مش هتروح تاني، او لو اشتريت منتج وطلع وحش هترجعه، هتسيب ريفيو وحش، هتكمل حياتك عادي وهو هيكمل حياته عادي. على عكس لو صحاب، الصحوبية دي ممكن تنتهي عشان حاجة زي دي. كل واحد هيكون محرج لأسباب مختلفة. صاحبك هيتحرج يقولك لو المنتج ده فيه عيوب ومش هينفع يكتب ريفيو وحش، وهيحس انه مجبر يشتري منك تاني. لو كتب لك ريفيو وحش مش هيبان انه مجرد ريفيو، لا هيبقى كأنه بينتقدك شخصيا، وانت ممكن تحس ان البيزنس بتاعك مش كويس، منتجاتك رديئة، هتخاف صحابك يشوفوا انك فشلت، او ممكن تفكر انهم غيرانين منك ومش عاوزينك تنجح. هيكون في إحراج لو الموضوع فيه فصال، إنك تحاول تتفاوض على السعر، خصوصا لو أنت بتقدم خدمة زي الفريلانسنج. لو أنت جرافيك ديزاينر مع حد من أصحابك الموقف هيكون محرج. أنت هتحس إنه بيحاول يقلل من مجهودك وشغلك، وهو هيحس إنك مش عامل اعتبار للصحوبية دي وبتحاول تستغله. تاني حاجة هي مشكلة سعر الأصحاب. هل صاحبك المفروض يصمم إنه يدفع السعر كامل، ما يقبلش أي تخفيضات حتى لو هو ما يقدرش يدفعه أو غالي بالنسبة لمقدرته، ولا يقبل الخصم اللي أنت هتعمله ويحس إنه كده بيخسرك؟ وأنت كمان هتحس إنك محتار تعمل له خصم وتقلل من قيمة شغلك عشان أنتوا صحاب، ولا تبيع بالسعر العادي ويبان إنك طماع؟ ففكرة إن في سعر للأصحاب دي حاجة محرجة للطرفين. تالت حاجة لو أنت بتقدم خدمة فيها دفع على مراحل. انك تكلم العميل العادي تفكره بميعاد الدفع ده طبيعي في اي بيزنس، بس انك تكلم صاحبك تفكره بميعاد الدفع او لو هو اتأخر في الدفع اصلا ده هيكون محرج، هيبان ان انت بتتحايل عليهم عشان تاخد فلوسك او بتحاول تحرجهم. من الجوانب المهمة في أي بيزنس هو ريفيوز العملاء. ده اللي بيحدد الطريق اللي المفروض البيزنس يمشي فيه، التحسينات اللي المفروض يعملها، إذا المنتج أو الخدمة كويسة فعلا ولا لا. بس الموضوع ده بيكون أصعب بين الأصحاب. صعب صاحبك يقول رأيه بشكل صريح، ممكن المنتج ما يعجبهوش بس برضه هيمدح فيه، ودي حاجة هو هيعملها عشان انت ما تزعلش، بس البيزنس بتاعك مش هيستفيد. ولو قال رأيه بصراحة انت هتشوف انه انتقاد. صاحبك هيضطر يقدم مديح بشكل مبالغ فيه، هيحس انه مضطر يحط 5 نجوم للبيزنس بتاعك ويتكلم عن قد ايه هو مبهر ومفيش زيه 2. مش شرط يكون البيزنس بتاعك وحش وهو بيكذب، بس ممكن ما يكونش مبهر بالدرجة اللي هو بيتكلم عنها، فالريفيو بتاعه ده هيخلق توقعات عالية لعملاء تانيين مش هتتحقق. لو انت بتشتري من شخص غريب فعادي انك ما تشتريش تاني، تقدر تروح لحد تاني، لكن الحرية دي بتتقيد شوية بين الاصحاب. اولا بيحس انه لازم يشتري منك كواجب اجتماعي عشان يظهر دعمه، وده بيخليه ما عندوش حرية الاختيار. ما ينفعش يقارن بينك وبين ناس تانية حتى لو في غيرك بيقدم نفس المنتج بجودة احسن وسعر احسن. لو اشترى منك مرة فلازم يشتري كل مرة. تخيل لو فتحت محل حلويات فهو المفروض يشتري منك كل مرة هيزور فيها حد او عيد ميلاد حد قرب، حتى لو هو عاوز يجرب مكان جديد. دي المشكلة الأصعب بقى، لأن محدش مننا بيعرف يتعامل مع أصحابه بشكل بروفيشنال، لأن في العادي علاقة الصداقة ملهاش دعوة بالشغل بيمشي ازاي. يعني لو عندك حد من أصحابك دكتور فأنت ما بتعرفش تفصل بينه كصاحبك اللي دايما بتهزر معاه وعارفه من وانت صغير وبينه كدكتور. انت تعرف صاحبك من زمان، من وقت ما كان بيقول حاجات عبيطة وله مواقف محرجة، وقت ما كان لسه ما عندوش لا المهارة ولا الخبرة في الشغل، وده بيخلي ان صعب عليك تاخده بشكل جد زيه زي حد تاني انت ما تعرفهوش. لو بتتعامل مع شخص غريب في الشغل فانت على الأقل بيكون عندك شوية ثقة فيه انه عنده بيزنس عاوز يحافظ عليه ويكبره، وده هيخليه يحاول يقدم لك خدمة كويسة مقابل الفلوس اللي انت هتدفعها. لكن الوضع مختلف مع صاحبك، ممكن يفكر هل انت شخص شاطر وخبير فعلا في المجال اللي انت بتشتغل فيه، ولا بتحاول تطلع بأي فلوس. لو دي حاجة بتزعلك فانت المفروض تتعامل مع الموضوع ده بشكل مختلف، وتعرف ان عادي لو صحابك ما اشتروش منك، مش كل الناس هيشتروا منك. ركز على الناس اللي بيساعدوا البيزنس بتاعك يكبر حتى لو هم اشخاص غريبة. ولو عجبك الفيديو ده فممكن تحب تعرف ازاي تبيع للأغنياء. يا رب اشوفكم الفيديو الجاي، يلا هتوحشوني.